السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدأ ونقول بسم الله. هي يا جوري؟ طبعا جوري معايا. عايزه اقول لكم ان احنا النهارده معزومين عند مامتي وكده. استنوا بس يا جماعه. خلاص يا جماعة طلعتها بره، معلش جوري اساسا دي صداع. بص لما بتعيط خلاص بقى ما بتبطلش عياط. المهم زي ما بقول لكم ان شاء الله. فزي ما قلت لكم بقى احنا معزومين النهارده عند مامتي وكده. فبصوا اول ما جيت جوري دخلت راحت فاتحه الدولاب ده وموقعه الهدوم في الارض. بصوا اصلا الدولاب مش مترتب، فجوري بقى ايه جابت عليه وطيه وراحت جايه ايه مبوظه الدنيا. فبصوا قعدت تلعب هنا فبوظت الهدوم وكده وقعدها كلها في الارض. فانا دلوقتي بقى اضطريت ان انا غصب عني ان انا ايه ارتب الدولاب، بقى ارتب لهم الدولاب يعني هنا، وارتب كمان الاوضه لان الاوضه ايه مش نظيفه. فبصوا عامله ازاي، هم اساسا كانوا لسه صاحيين بقى وكده، فما لحقوش ان هم يعملوا اي حاجه. فعايزه بقى ارتب الاوضه كده واظبطها معاكم. وهنا طبعا اشيل الحاجات دي واظبط كده السراحه برضو، اظبط المفرش اللي عليها والحاجات دي كلها. طبعا هنا في هدوم وحاجات برضو عايزه تتظبط والدنيا كده تتروق هنا. فانا قلت بقى واحده واحده اعمل معاكم فيديو. انا كنت ناويه ان اصور لكم العزومه وكده، بس ايه قلت بقى ايه اوريكم الجرايم اللي جوري بتعملها. فبصوا يا جماعه بتعمل ايه، والله العظيم جوري متعبه متعبه في كل حاجه. بس ربنا يهديها رب ويحفظها من كل شر. مش مشكله يعني تتعبنا، مش مشكله واحنا نعمل، بس المهم ان هم يبقوا كويسين كده اطفالنا، وربنا يهديهم ويصلح حالهم ويحفظهم من كل شر ويخليهم لنا. وبكره ان شاء الله كده يكبروا ويبقوا حلوين كده ويعقلوا ان شاء الله. فانا دلوقتي بقى اول حاجه كده هرتب الدولاب ده. هنزل بقى كل الهدوم والحاجات اللي موجوده فيه دي عشان هي اساسا مش مترتبه خالص. فدلوقتي بقى هنزل كل ده كده الاول عشان ايه نرتب على نظافه. فاحنا هننزل بقى كل الحاجات دي كده زي ما انتم شايفين اهي. واقعد بقى ارتب ايه الحاجات دي كلها كده، القمصان لوحدها والبنطلونات لوحدها والحاجات دي كده. وبعد كده ارجع ارصهم هنا تاني ايه. وهوريكم يعني انا هعمل ايه كده وانا برضو شغاله. وبعد ما اخلص الدولاب هنا هعمل بقى السرير، هنزل كده كل الحاجات اللي عليه وابدا ان انا ارتبه كده واظبطه. فواحده واحده كده خليكم معايا، بس اهم حاجه متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك للفيديو ده واستنوا لاخر الفيديو عشان هوريكم مفاجآت كده في العزومه ان شاء الله. فبس كده اول حاجه هنحط بقى كده الدولاب ده ونروقه. فهظبطه كده واوريكم بعد ما اخلص. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي خلاص بقى خلصت الدولاب هوريكم. بصوا انا ظبطته كده وروقته كده وخليته ايه زي الفل كده من تحت. بصوا طبعا رتبت كده كل حاجة ايه مع بعضها. رتبت كده البنطلونات هنا والتيشيرتات التقيلة هنا، وهنا تيشيرتات خفيفة، وهنا قمصان بكم وقمصان بنص كم والشرابات وكده. فدلوقتي بقى بصوا رتبته كده. طبعا هو مش مترتب قوي يعني التطبيقات مش فوق بعضها قوي، بس هو يعني احسن من الاول بكتير. رتبت كده كل حاجة مع بعضها هنا كده. خلصت الدولاب اهو. بصوا بقى هنا رتبت كده الحاجات اللي كانت هنا، وطبعا شلت بقى الحاجات اللي كانت موجودة على الكرسي وكده. دلوقتي بقى هجيب دفاية تانية اهي عشان اشيل بقى الدفايه دي واظبط السرير كده واروقه وانفضه. فدلوقتي حطيت الحاجات كده في الارض اهي. دلوقتي بقى هبدا ان انا انضف السرير كده، اشيل الدفايه دي واظبطه واظبط الملايه كده وانفضه. وبعد كده افرش بقى الدفايه دي واطبق كده البطاطين دي وارصها هنا كده. فهخلص برضو كده واوريكم ايه في الاخر بقى اما اخلص هيكون الشكل كده عامل ازاي. بقى يا جماعه خلاص فرشت السرير اهو. طبعا الدفايه التانية لقيتها صغيره فغيرتها وجبت واحده كبيره شويه اللي هي دي التايجر دي. طبقت بقى البطاطين كده وظبطت الدنيا هنا. وادي الاوضه بقت متظبطه وتمام. قفلت بقى الشباك والدولاب وكل حاجه بقت تمام ومية مية. وهنا ظبطت كده كل حاجه اهي. ايه رايكم بقى كده؟ كده خلصت الاوضه اهي. بصوا هنا طبعا السجاده. فخلاص بقى كده ظبطت. ادي السرير اهو بقى نضيف خالص ومترتب. كل الحاجات اللي عليه كمان كانت مترتبة. وهنا طبعا السراحة بقت جميلة خالص ومترتبة اهي. فقولوا لي بقى رأيكم ايه. بصوا 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 جوري بتعمل ايه. بصوا بصوا بتلعب ورا الستارة. بس فهنا بقى خلصت كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني بقى. هنا بقى كنا بدأنا كده ان احنا نحضر بقى السفرة بتاعتنا عشان كان خلاص فاضل 5 دقايق على المغرب. فزي ما انتم شايفين كده عايزه اقول لكم ان انا رحت والله ما عملتش اي حاجه معاهم، هم كانوا محضرين كل حاجه ما شاء الله. فكانوا عاملين سمبوسه كده حلوه، سمبوسه محشيه كده بالجبنه وبالزيتون والفلفل والطماطم والحاجات دي.
يعني كانوا عاملين كل حاجة والله، وكانوا عاملين حاجات كتيرة ومحشي وفراخ ولحمة وبامية يعني كان في خير كتير ما شاء الله. طبعا دي أول عزومة نروحها يعني في رمضان السنة دي، كانت عند مامتي. فانتوا برضو كده قوليلي بقى، رحتوا فين عزومات في رمضان ولا لسه ما رحتوش وكده؟ عايزة اقولكم ان هو رمضان طبعا بيحب العزومات والحاجات دي، فالأكل كده بيبقى جميل كده فيها، وكفاية اللمة بتاعتها. طبعا رمضان شهر الخير والسعادة، ربنا يا رب يجعله دايما شهر الخير والسعادة علينا جميعا يا رب. فكل حاجة كده فيه بتبقى حلوة. وكفاية كده زي ما باقول لكم اللمة بتاعة رمضان والتجمُّع كده على الأكل. يعني إيه، في الأيام العادية طبعًا ما بيبقاش في كتير تجمُّعات وكده، ممكن بقى إيه لو أنتم في بيت مثلًا ده حد بيبقى عنده شغل، حد بيبقى متأخّر مش عارفة إيه، بس في رمضان بقى هو إيه، تبقى اللمة كده على السُفرة. فبجد رمضان في مصر حاجة تانية فعلًا. فإحنا كده خلاص سُفرتنا بقى أهي كملت زي ما قُلت لكم، فيا رب كده يكون عجبكم. عايزة أقول لكم بقى ما تنسوش تحطّوا لايك وتشتركوا في القناة كده وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد أنزّله. وإن شاء الله، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد تاني على خير، ومع السلامة.